ما كان يقال سرا خرج إلى العلن. وأنا فوزي، هل أصبح اسم فوزي لقجع الآن مسيئا للكرة المغربية؟ لأنه اسمه الآن أصبح مرتبطا بالكولسة، باللعب في الظلام، بالضرب تحت الحزام. يعني دائما يتحدثون عن محاولة سطوته وهيمنته على الاتحاد الإفريقي مثلما قال لك ميدو. ربما في السابق كانت هناك بعض اللوبيات التي تتحكم، لكن لا تظهر كثيرا إلى العلن. الآن اسم فوزي لقجع أصبح في كل مرة يظهر إلى العلن، واسمه أصبح يرتبط سواء بالكولسة أو بالفساد أو بالفضائح التحكيمية. والجميع يتحدث هذه الأيام عن اتفاق كينشاسا وكيف باع فيرون الأمين العام لجنة التحكيم لفوزي لقجع. يعني مع كل هذه الأخبار المتسارعة يوما بعد يوم، هل أصبح اسم فوزي لقجع؟ قبل ما نبدأ الفيديو لازم تركز معايا كويس قوي، لأن اللي هتسمعه دلوقتي مش خبر عادي ولا إشاعة بتلف في السوشيال ميديا وخلاص. لأ، اللي حصل قلب الكرة الإفريقية كلها رأسا على عقب. فجأة تقارير بتتكلم عن تدخل الفيفا وتطبيق المادة 82 وفتح ملف بطولة إفريقيا من جديد، وكلام صادم عن سحب اللقب من منتخب بطل وإعادة قلب الحسابات بالكامل. في وسط العاصفة دي اسم المغرب ظهر بقوة في المشهد، والحديث بقى عن سيناريو غير متوقع ممكن يغير تاريخ كأس إفريقيا 2025 بالكامل. القصة فيها قرارات قانونية وتحركات داخل الكواليس وصراع كبير داخل الكرة الإفريقية، والليلة هنعرف إيه اللي حصل بالظبط، وليه الفيفا دخل على الخط، وإيه حكاية المادة 82، وليه الموضوع ممكن يقلب بطل البطولة في لحظة واحدة. خليك معايا للنهاية، لأن التفاصيل اللي جاية هتخليك تشوف القصة دي بشكل مختلف تماما. فعشان ما طولش عليك المقدمة، صل على النبي في الكومنتات واعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وتعال أنا وإنت نسمع الفيديو ده، واستناني بعد نهاية الفيديو. ما كان يقال سرا خرج إلى العلن. وأنا فوزي، هل أصبح اسم فوزي لقجع الآن مسيئا للكرة المغربية؟ لأنه اسمه الآن أصبح مرتبطا بالكولسة، باللعب في الظلام، بالضرب تحت الحزام. يعني دائما يتحدثون عن محاولة سطوته وهيمنته على الاتحاد الإفريقي مثلما قال لك ميدو. ربما في السابق كانت هناك بعض اللوبيات التي تتحكم، لكن لا تظهر كثيرا إلى العلن. الآن اسم فوزي لقجع أصبح في كل مرة يظهر إلى العلن، واسمه أصبح يرتبط سواء بالكولسة أو بالفساد أو بالفضائح التحكيمية. والجميع يتحدث هذه الأيام عن اتفاق كينشاسا وكيف باع فيرون الأمين العام لجنة التحكيم لفوزي لقجع. يعني مع كل هذه الأخبار المتسارعة يوما بعد يوم، هل أصبح اسم فوزي لقجع الآن مسيئا لكرة القدم المغربية؟ فوزي لقجع ولا مسيء للكره المغربيه؟ اليوم جينا نهضر لكم على واحد الموضوع ديال رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي والحصله الكبيره، لانه هو صرح في البلد ديالو بانه راه حاصل، لانه ما كانش ينتظر من المغرب باش ترد عليه بالقوه هذه اللي ردت عليه سيرتو في كاس افريقيا للسيدات اللي تاجلت الصيف تاجلت الصيف اخر لحظه وبالسيف عليه، لانه هو نسى بانه واش داروا في النهائي ديال كاس افريقيا واش ندار في كاس افريقيا بالهجومات اللي راكم شفتوها. راه تقريبا ملايين الهجومات، ودار واحد التقرير هجومات كبيره تلقاتها المغرب، ولكن الاتحاد الافريقي ما حماش المغرب، وهذا رئيس الاتحاد الافريقي ما دار والو للمغرب، وسيرتو عاود لجنه الانضباط اللي ضربت المغرب ضربته بعقوبه كبيره وكبيره بزاف. اليوم موتسيبي صاب راسو في الاوت، وانا نقول لكم موتسيبي ممكن ما يكملش العهده ديالو. وشكون اللي غادي يكمل العهده ديالو ومن بعد غادي يكون هو رئيس لاكاف؟ ممكن لقجع بنسبه كبيره وكبيره جدا، لانه لقجع هو النائب الاول، ممكن يكمل العهده هذه ديال 2029، وممكن يكون هو رئيس لاكاف على واحد 2 عهدات ولا 3. ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله باذن الله، لانه السيد كاريزما وسيد يعني وتما صحابه زيكو غتزيد تموت والهبال غادي يقيسهم باش يعني رئيس لاكاف
من يكون فوز ديال الخجاع راه مشكله غتصرى لهم. يعني كان غير في الجامعه وكان مهبلهم. يعني تخيل انت تكون في رئيس لاكاف، ولكن درك هو عنده واحد المشروع كبير هو ديال كاس العالم، لانه كاس العالم راه هو الرئيس ديال اللجنه ديال تنظيم كاس العالم بمشاركه اسبانيا والبرتغال، وراه هو الرئيس ديالها. ولكن بنسبه كبيره غادي يكون رئيس لاكاف. السيد راه جاب 49 صوت ولا 50 صوت اللي جابها في هذيك الوقيته اللي داروا الانتخابات اللي ترشح فيها للفيفا وترشح فيها نائب رئيس الكاف. اليوم موتسيبي راه في ورطه حقيقيه. القجاع عنده نفوذ ديالو، عنده خدمته هي اللي تهضر عليه. يعني السيد خدم حتى الكره الافريقيه وساعد الكره الافريقيه وبقى يجيب المنتخبات. اليوم السيد راه يقدر يكون رئيس الكاف ونتمنوا له التوفيق، وان شاء الله بالتوفيق. وموتسيبي راه حاصل حصله ديال الكلام. المهم هذه من جهه. ثاني حاجه ديال لي مايو ديال المنتخب المغربي، انا ما فهمت صحافه الزيق ولا هذا بعض الناس اللي مساكين قال لك المغرب دار الخنشاله. ما دار اودي الخنشاله اللي درناها حنا راه اكبر فين تبان. حنا درنا خنشاله في كل شيء. قفطان ماشي نتاعنا درنا له الخنشاله. الزليج اللي راكوطات جايين وجايبين الناس وباغي تخدموا كذا منا درتو له خنشاله، وهذا واقع. وتجيو تقولوا مغنيه راه مصرجيه بالسلعه ديال المغرب حتى لهنا. المغنيه كنمشيو المغنيه ومغاربه اصلا اللي عايشين في المغنيه، الاغلبيه مغاربه عايشين في المغرب. اظن باللي فوزي اللقجع عنده ضمانات اكثر من الفيفا. الفهم يفهم، كنقولوا اكثر من الفيفا. كاين واحد اخرين اللي ديسيدي ولا فيفا ما تقدرش تقول له لا. ماشي موتسيبي ما اكزيستيش. نعم، موتسيبي شغل راهو كيما نقولوا بواب مع فوزي اللقجع. والامتيازات اللي داهم في المغرب العالم كامل على بالهم. اظن باللي اللي حصل في الساعات الأخيرة قلب المشهد الكروي في إفريقيا بالكامل، وخلى الجماهير في كل مكان تتكلم وتابع التفاصيل لحظة بلحظة، لأن الخبر اللي خرج كان صادم ومفاجئ ومليان جدل كبير جوه القارة كلها. القصة بدأت لما انتشرت معلومات وتقارير بتتكلم عن تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم وتطبيق المادة 82، وهي مادة قانونية في لوائح الفيفا بتتعلق بالمخالفات والانضباط وإعادة النظر في بعض القرارات المرتبطة بالمباريات والبطولات. وده اللي خلى الموضوع ياخد اتجاه خطير جدا، لأن الكلام اللي اتقال كان عن سحب لقب كبير من بطولة إفريقية وإعادة فتح الملف بالكامل. الجماهير لما سمعت الخبر ده ما صدقتش في الأول، لأننا بنتكلم عن بطولة قارية، بنتكلم عن بطولة كبيرة، بنتكلم عن بطل كبير ومعروف، والكل كان فاكر إن الملف اتقفل وخلاص. لكن فجأة ظهرت تقارير جديدة بتقول إن في تحركات داخلية ومراجعة قانونية حصلت بسبب اعتراضات واتصالات رسمية من أكتر من جهة رياضية داخل القارة، وده اللي فتح الباب من أكتر من جهة رياضية داخل القارة، وده اللي فتح الباب قدام الفيفا علشان يراجع الموقف ويشوف هل كل الإجراءات اللي حصلت كانت ماشية حسب اللوائح فعلا، ولا في حاجات حصل فيها تجاوزات. الخبر اللي انتشر بسرعة يا صديقي كان بيتكلم عن إن السنغال ممكن تخسر اللقب بعد مراجعة قانونية مرتبطة بالعادة بالمادة 82، وده خلى النقاش يولع في الإعلام الرياضي، لأن أي قرار من النوع ده بيكون تقيل جدا على أي منتخب وعلى أي اتحاد كروي، خصوصا لما يكون متعلق ببطولة قارية كبيرة زي كأس إفريقيا. في نفس التوقيت بدأت بعض التحليلات تتكلم عن إن المغرب ممكن يكون المستفيد الأكبر لو تم فعلا سحب اللقب وإعادة ترتيب النتائج، لأن المنتخب المغربي كان واحد من أقوى المنتخبات في البطولة، وكان مرشح بقوة يوصل لأبعد نقطة ممكنة. الناس بدأت تربط بين التحركات القانونية اللي حصلت وبين المواقف السابقة اللي كان فيها جدل تحكيمي وقرارات تنظيمية أثارت نقاش كبير وقت البطولة. المشهد يا صديقي كله بقى مليان توتر، لأن الكرة في إفريقيا دايما
بيكون ليها جمهور ضخم ومتابعين بالملايين، وأي خبر عن سحب لقب أو تغيير البطولة أو تغيير بطل بيبقى حدث ضخم جدا، وبيفتح أبواب كتيرة من الجدل والنقاش الإعلامي، خصوصا لما يكون الموضوع داخل فيه لوائح الفيفا ومراجعات قانونية معقدة. الناس اللي بتفهم في القوانين الرياضية يا صديقي قالت إن المادة 82 من المواد اللي ممكن يتم تطبيقها في حالات معينة، لما يكون في شكوك قوية حوالين سلامة الإجراءات أو وجود مخالفات تنظيمية أثرت على سير البطولة أو على نزاهة المنافسة. وده معناه إن أي قرار ممكن يطلع بعد مراجعة المادة دي بيكون مبني على تقارير ولجان تحقيق ومراسلات رسمية بين الاتحادات المختلفة. الجماهير في المغرب بدأت تتفاعل بقوة مع هذه الأخبار، لأنها شايفة إن منتخب المغرب قدم مستوى طيب ومستوى كبير في البطولة، وكان يستحق التقدير على الأداء اللي قدمه والروح القتالية اللي لعب بيها اللاعبين في كل مباراة. وده خلى فكرة إن المغرب ممكن يكون بطل كأس إفريقيا بعد مراجعة قانونية تبقى قصة كبيرة جدا في الإعلام الرياضي. في المقابل الجماهير في السنغال طبعا كانت مصدومة من الأخبار دي، لأن أي منتخب لما يحقق لقب قاري بيكون شايف إن التعب والمجهود اللي اتبذل طوال البطولة اتوج بالنجاح، وفي اللحظة اللي بيظهر فيها كلام عن سحب اللقب بيكون وقع الخبر صعب جدا على اللاعبين والجهاز الفني والجماهير. الموضوع كمان يا صديقي دخل فيه بعد سياسي رياضي، لأن بعض التحليلات الإعلامية بدأت تتكلم عن صراع نفوذ داخل الكرة الإفريقية بين اتحادات كبيرة في القارة، وكل اتحاد بيحاول يدافع عن موقفه وعن حقوقه حسب رؤيته للأحداث اللي حصلت وقت البطولة. وده خلى النقاش يبقى أكبر من مجرد مباراة أو قرار تحكيمي، لأنه بقى مرتبط بطريقة إدارة البطولة الإفريقية بشكل عام. الكاف نفسه يا صديقي بقى تحت ضغط كبير، لأن أي قرار من الفيفا لازم يتم التعامل معاه بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وده معناه إن الساعات والأيام اللي جاية ممكن تشهد بيانات رسمية واجتماعات عاجلة علشان يتم توضيح الصورة بالكامل للجماهير والإعلام. اللي زود الجدل أكتر إن في ناس بدأت تتكلم عن إن لو فعلا تم سحب اللقب وإعلان بطل جديد للبطولة، فده هيكون واحد من أغرب القرارات في التاريخ الكرة الإفريقية، لأن تغيير بطل بطولة بعد انتهائها بفترة بيكون حدث نادر جدا وبيترك أثر كبير في تاريخ المنافسة. المحللين قالوا إن أي قرار بالشكل ده لازم يكون مبني على أدلة قوية جدا، لأن الفيفا مش ممكن يدخل ويغير نتائج بطولة قارية من غير أسباب قانونية واضحة ومثبتة. وده معناه إن التحقيقات لو فعلا موجودة فهي أكيد مرت بمراحل طويلة من المراجعات قبل ما توصل للمرحلة اللي الإعلام بدأ يتكلم عنها. الجماهير بقت مستنية البيان الرسمي اللي هيحسم الجدل، لأن الأخبار المتداولة لحد دلوقتي كلها مبنية على تقارير وتسريبات إعلامية، لكن القرار النهائي لازم يطلع من الجهات المسؤولة سواء الفيفا أو الكاف علشان الصورة تبقى واضحة للجميع. في وسط كل الجدل ده ظهر اسم المغرب بقوة في النقاش، لأن المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة بقى واحد من أقوى المنتخبات في إفريقيا وحقق نتائج كبيرة على المستوى الدولي، وده خلى أي خبر مرتبط باسمه ينتشر بسرعة كبيرة في الإعلام العالمي. الكرة الإفريقية بتمر بمرحلة مهمة جدا دلوقتي، لأن المنافسة بين المنتخبات بقت أقوى من أي وقت فات. الاستثمارات في الملاعب والأكاديميات
بقت أكبر، والاهتمام العالمي باللاعبين الأفارقة بقى واضح في أكبر الدوريات الأوروبية، وده كله بيخلي أي أزمة تنظيمية أو قانونية تأثر بشكل مباشر على صورة القارة قدام العالم. الناس كلها دلوقتي بتتكلم وبتسأل عن الحقيقة الكاملة، بتحاول تفهم هل فعلا في قرار تاريخي ممكن يغير بطل كأس إفريقيا، ولا الأخبار المنتشرة مجرد تسريبات غير مؤكدة. لكن المؤكد إن الموضوع فتح نقاش كبير عن القوانين الرياضية، وعن دور الفيفا في الإشراف على البطولات القارية، وعن العلاقة بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي. المشهد لسه مفتوح على كل الاحتمالات، لأن لحد اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي مفيش بيان نهائي حسم القصة بشكل كامل. لكن المؤكد إن الساعات الجاية هتكون حاسمة جدا في معرفة الحقيقة، لأن أول قرار رسمي هيغير مسار النقاش بالكامل، وهيحدد مين بطل البطولة في النهاية. الجماهير في كل مكان مستنية بفارغ الصبر تشوف النهاية، لأن كرة القدم يا صديقي العزيز مش مجرد لعبة بالنسبة للملايين دي. الملايين دي شغف للكرة، شغف وحلم وفخر وطني، وكل بطولة بتكون لها قيمة كبيرة في قلوب الناس، خصوصا لما تكون بطولة قارية بحجم كأس إفريقيا. الأيام الجاية هتوضح هل فعلا احنا قدام واحد من أغرب فصول تاريخ الكرة الإفريقية، ولا إن الأمور هترجع تاني للاستقرار بعد ما يتم توضيح كل الحقائق بشكل رسمي من الجهات المسؤولة. بكده أكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، إلا أتمنى أنها تكون عجبتك. فلو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، سلام عليكم.